السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا قبل ما غادي نبداو الفيديو، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين باش نديو الاجر ان شاء الله ويجعلنا ربي البركه في الفيديو. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ صحيحتكم لاباس؟ كلشي هو هذاك. هذا النهار قلت عاوتاني غادي ننزل لكم فيديو، واخا راه يعني صورت غير الصباح والغدا، داكشي اللي صورت لكم باش ما يجيكمش عاوتاني فيديو طويل. ما كنبغيش نكثر عليكم، كنبغي نبان خفيفه ظريفه ونمشي بحال هاتي. كي دايرين بعدا؟ صحيحتكم لاباس؟ كلشي مزيان. المهم اليوم قررت انني واحد الموضوع اللي انا براسي كنت كنبحث عليه بزاف، وانا براسي كان شكل لي عائق في حياتي وكنت يعني كنت كنخاف على راسي بزاف، كنخاف على راسي. يعني راكم عارفين الاعصاب شنو كيجيب. الاعصاب الله يسر كيجيب المرض، كيجيب مرض السكري، كيطيح لك طونسيون المهم عنده بزاف ديال الاعراض اللي هي خايبه بزاف وكيجيو، والاعصاب كيجيو منه واحد الامراض اللي خايبين بزاف وما غاديش نقدروا عليها. فاللهم نعالجوا راسنا. كاينه ولا ما كايناش؟ مريضه بالاكتئاب ولا مريضه بالاحباط ولا مريضه بالاعصاب، مريضه مستريسيه مع راسك، كلك طاقه سلبيه باغا تخرجي منها، بما انك كتبحثي على فيديوهات بحال هكا، الا وهذيك في حد ذاتها راها واحد الحاجه اللي هي زوينه فيك، انك كتبحثي باش تخرجي راسك من الطاقه السلبيه للطاقه ايجابيه، ومن امراه فاشله لامراه ناجحه، ومن امراه يعني معصبه يعني فيك النقير بزاف بحالي. انا عرفت انا اش كنت كندير النقير يا البنات. انا راه النقير شنقول لكم، كون كان نقير انا راه النقير ديالي قدرت لك وقفتي حدايا نبقى كنقير عليك، راه تقدري نقدر نوصلك لشي حاله اللي هي خايبه. والنقير راه مرض خايب، والناس اللي فيهم النقير راه هما الاولين كيتعادوا عاد باش كيرسلوا ديك الاذى للناس الاخرين. فدائما كنحاول انني نصلح راسي، لحقاش العمر كيدوز. بعدا واحد السيده سولاتني قالت لي شحال في اللاج ديالك، شحال في العمر ديالك؟ خصني في عمري 28 عام. العمر دغيا كيطير. غير البارح وانا بنت 19 عام، 20 21 22، بعد هاد الاعوام هادو ما عرفتهمش كيفاش داروا طاروا. قسما بالله من 20 حتى 28 دابا راني باقا ما استوعبتهاش. واش نتوما بحالي ولا غير انا شخصيا باقا ما استوعبتهاش. ما عرفتش داك الله ديال 22 سنه فين مشى ليا، 23 عام فين مشات لي، 24 عام فين مشات لي. يلاه ضربتني التوقيضه على 28 عام. داكشي علاش كنحاول ما امكن انني هاد العمر اللي بقى ليا ندوزو في هدوء، ندوزو في سلام، ندوزو في النجاحات ان شاء الله باذن الله، ندوزو في شي حاجه اللي هي زوينه. اي حاجه كتعصبني راني كنحيدها من طريقي. اي حاجه اي انسان ولا اي شخص كنحس براسي انني فاش كنكون معاه كنكون يعني سلبيه، كيرسل لي ديك الطاقه السلبيه وانا كنكسبها. فستوب هنا، تحبس، لحقاش العمر كيجري وبارك علينا من الاعصاب، من ستريس، من فلانه قالت، فرتلانه قالت، فلانه دارت وانا ما درتش، فلانه وصلت وانا ما وصلتش، فلانه هضرت فيا، فلانه مرضتني، فلانه. داكشي كامل حاولوا تيفيتيوه. كي كنقولوا ديما ناقص واحد ناقص مشكله. اي واحد كيجيب لك طاقه سلبيه في حياتك، اي واحد كتحسي براسو انه يعني ما كيبغيكش، غير كيمثل انه كيبغيك، اولا يعني صافي، يعني النفاق ما كاينلاش. عيشوا لراسكم، ماشي عيب انك تعيشي وحدانيه، ماشي عيب انك تعيشي بوحديتك، راه ماشي عيب، ولكن العيب هو انك تكوني معاشره بعض الاشخاص وكنتي كتنافقيهم، عارفه راسك ما كتبغيهمش وكتنافقيهم، راكي كتنافقي لراسك انت الاولى، وكتضري راسك انت الاولى باش عاد كتوصلي لهم هما الضرر. فهمتوا؟ بالنسبه للاعصاب، الاعصاب كيجي من هنايا. مثلا انا جالسه في داري في النهار غنهضر مع شي وحده في التليفون، ديك الوحده في التليفون شنو غدير؟ غتنوض كتشكي عليا، سواء من الزوج ديالها، سواء من الام ديالها، سواء من المحيط ديالها، سواء من العمل ديالها. فانا شنو كندير؟ كنكون في الصباح هانيه. نتوما كيجيب لكم الله انه راه ما كيأثروش عليكم، ولكن قسما بالله اللي كيأثروا عليكم واحد 70% ديال التأثير. فداك النهار ها انت كنتي غتبدايه بسوره البقره، وكنتي غتبدايه باذكار الصباح، وكنتي غتبدايه بواحد النشاط والحيويه، حتى كتصدقي راسك صافي تعطات لك الطاقه السلبيه. آه يعني نهار كامل غدوزيه في الاعصاب. علاش؟ لحقاش البدايه ديالو غلط، البدايه ديال لاباس ديالو غلط.
فاي وحده كتعيط لكم في التليفون على صباح وتبقى كتشكي عليكم وتبكي عليكم، كيقول لك الشكا لغير الله ما دلا، كتشكي عليكم وكتبكي عليكم، فاختي ستوب، يا اما غتقطعي عليها يا اما ما غتجاوبيهاش يا اما غطفي انت التليفون، تطفي انت كاع الكونيكسيون نهائيا الصباح كامل حتى كدوزي الصباحيه ديالك. كي قلت لكم الناس اللي كيشكيو عليكم ما تبقاوش كتاكسبتيهم، وانتم في حد ذاتكم ما تبقاوش تشكيو على الناس. ماشي انا مثلا انا حاليا ما بقيتش كنحمل شي واحد يشكي عليا، ولكن حتى انا ما بقيتش كنحمل نشكي على الناس. الا انا مريضه مثلا نمشي نتعالج، الا انا خصني نعاود نمشي نتعالج، الا انا فيا شي حاجه اللي يعني عندي شي مشكل نحلو لراسي، نحلو لراسي اولا نشوف الطرق باش نحلو، المهم الراسي ما نشكيش على عباد الله، ما نعطيش الناس المشاكل ديالي، ما نعطيش الناس طاقه سلبيه. كيف ما انتي كيف ما غيرك، كيف كيقولوا كيف كاين في الحديث قالك لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه المسلم ما يحب لنفسه. كيف ما انتي ما كتبغيش الناس يعطيوك الطاقه السلبيه حتى انتي ما تعطيهاش ليهم. يعني داكشي هادشي كامل اللي كنقول لكم ما تشدوش من عند الناس، فخصكم تطبقوه على راسكم حتى نتوما. ماشي انا ما نبغيش بنادم يشكي عليا وانا نوض كنشكي عليه، فهذا في حد ذاته راه غلط. ها الاولى. ثاني حاجه كاين الناس اللي كيبغيو مثلا انتي كتكوني ساتره الاسرار ديالك، ساتره الطموحات ديالك، ساتره الاهداف ديالك، ساتره الاحلام ديالك، وكتبغي تطالعي على الاحلام ديال الناس اخرين والاهداف ديال الناس اخرين. هذا الغلط الثاني. يعني انا واحد الشخص بغا يدير واحد الحاجه كيف ما بغات تكون، فالله يسخر ليه، الله يسهل عليه. انا ما حتى كيفاجئك بها، مثلا شي واحد بغا يشري دار ماشي شغلك انتي، بغا يدير طوموبيل ماشي شغلك انتي، بغا يدير مشروع ماشي شغلك انتي، اي حاجه بغا يديرها ماشي شغلك انتي. يعني كيف ما غتطبقي على راسك طبقي حتى على الناس. يعني ما كتبغيش الناس يعرفوا سرايرك حتى انتي ما تراميش على الناس وتعرفي سرايرهم. هذه الحاجه الثانيه. بالنسبه للحاجه الثالثه هي انني التليفون كياخذ لي وقتي، ما غاديش نبقى كنتفرج في التليفون، كنضيع فيه الوقت بزاف، ما غاديش نبقى كنمشي ليه. التلفازه كتاخذ لي وقتي ما غاديش نتفرج فيها. نحاول ما امكن ناخذ واحد الوقيته انني نقرا، قرايه قران تبارك الله ما شاء الله العربيه الفصحى، فيه بزاف ديال الاحكام، فيه بزاف ديال اش نقول لكم ما شاء الله. يعني قراوه ديروا به. كاين بزاف ديال الكتب دينيه، بزاف ديال الكتب دينيه. كاين حصن مسلم، كاين عطا الله، كاين ديال العذاب القبر. هاد الكتب هادو كاملين حنا كانوا عندنا فاش كنت صغيره، كانوا عند ماما كانت كتشريهم بزاف. وتخيلوا راه كنت صغيره 10 سنين 11 عام وكنت كنقراهم، وديك الساعات هذيك ماما كانت جابت عذاب القبر، كانت جابت تفسير الاحلام، كانت جابت حصن المسلم، كانت جابت المهم بزاف ديال الكتوبه كنا كنقراوهم. فكنصحكم انكم تقراوهم، شي حاجه اللي هي زوينه وفي نفس الوقت كتبعدي. حاولوا ترجعوا كيف كنا شحال هذه. يعني الحياه كيف كانت شحال هذه من 2010 ورجع اللور. ما تحاولوش تشوفوا دابا، لحقاش هاد الحياه ديال دابا بصراحه تسرقات منا بزاف. كي قلت لكم انا من العشرين الناس ما بقيتش عقلت على راسي. الحياه تسرقات مني. التليفون كيسرق لك الحياه ديالك، كيسرق لك الوقت ديالك، كيسرق لك الجهد ديالك، كيسرق لك الاحلام والاهداف ديالك. فحاولي ما امكن انك تيفيتيه. المهم هادو بعض النصائح اللي قدرت انني ننصحكم بهم. والفيديو ديما كيجي تلقائي، قسما بالله الا كيجي فيديو تلقائي. ما بقاش عندي الوقت انني نكتب ونجلس ونكتب لكم زعما شي موضوع بحال هكا ونجلس قدام الكاميرا ونبقى كنهضر. راكم عارفين الوليدات الصغار ما سهلاش. وتا دابا راني كندير معكم المونتاج حتى نعستهم، عاد نت كندير المونتاج لهذا الفيديو هذا. كنتمنى الفيديوهات ديالي يكونوا كينالوا الاعجاب ديالكم، كينالوا الاستحسان ديالكم، تكونوا كتستافدوا منهم. الله يجعلني نكون مفيده ومستفيده في نفس الوقت. باش بعدا فاش كتعطي واحد الطاقه ايجابيه للناس اخرين، كتعطيهم واحد، كتبيني لهم الطريق، راه هذاك في حد ذاته اجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. بالنسبه للناس اللي ما كيوصلهمش الفيديوهات ديالي، ما كيصيفطوا لي ميساجات شيماء راه طلعت لنا القناه راه كانت تالفه علينا. قلت لكم انا درت واحد الغلط انني بدلت سميه القناه. هذا الغلط انا كنت درته، ومن بعدها كانت المشاهده هبطات. فماشي مشكل في المشاهده. اي واحد كيبغيك راه غيقلب عليك فيما كنتي. غير هي الا بغيتو الفيديوهات يبقاو كيطلعوا لكم خصكم تحيدوا لي ابوني
حيدوها ووليو عاوتاني ردوها وفعلوا داك الزر ديال الجرس حتى يبان لكم حداه واحد 2 شريطات من في الراس ديالو غيبانوا لكم 2 شريطات، وديك الساعات غادي يطلع لكم. وحاولوا ما امكن تكومونطيو بزاف، يعني ديروا ليا بزاف ديال الكومونتير وديروا لايك للفيديو باش الفيديو الاخر اللي كنحط اوتوماتيكمون انا نحطو يوصل لكم الاشعار ديالو في في التليفون ديالكم. والهلا يحاش من هادشي اللي كاين. المهم البنات هانتوما كتشوفوا داكشي بسيط، مسكوته في الفطور جبتها من الفريغو، كنت درتها كبيره تبارك الله وقسمتها على جوج، النص كنا درنا به كاسكروط والنص درتو في الفريغو. دازت شي يومين عاد جبدتو، يعني عاد جبدتو هاد النهار هذا اللي هو الخميس، وجبدتها بديت كنقطعها وهي جامده، يعني خليوها تطلق شويه وعاد طلق وعاد قطعوها، راه ساهله ماهله ما تسخنوها حتى شي حاجه وكتولي بحال يلاه درتوها. ودرت حريشه لوليداتي، وهنا درت عصير ديال الباربه عصير ديال الباربه وخيزو والليمون. درت عاوتاني داك الطويجين اللي اول حاجه اقتصادي، ثاني حاجه فيه خضيره كامله اللي ياكلوها وليداتكم، يعني ما فيها كلشي، فيه القرعه، فيه خيزو، فيه بطاطا، فيه كلشي. حاولوا تدخلوا لوليداتكم الخضر كاملين، حاولوا تدخلوهم لوليداتكم. هنا وصافي درت واحد شليضة ديال الفلفلة مشوية ومطيشة. واحد الحاجة بالنسبة للفلفلة البنات، راه فيها واحد الفوائد لا تعد ولا تحصى، فيها واحد الفوائد كبيرة بزاف، لا الحارة ولا الحلوة. يعني هاد الفلفلة هادي والفلفلة الحارة راه بحال بحال. صافي عجنت خبيز ديال الدار، عجنت واحد 10 ديال الخبيزات يدوزو ليا يومين غير صغيورين هانتوما كتشوفوا، ماشي زعما كبارين، كيجيو فنين كيجيو كيوت. السلام عليكم، فيديو اخر ان شاء الله.